دلوقتي هنلخص فيلم بيتكلم عن هاكر خطير جدا قدر يخترق أنظمة ضخمة حوالين العالم ووقع بورصة عالمية علشان يطلع لنفسه مليارات الدولارات، وبكده هيبقى قادر يتحكم في اللي حواليه زي ما هو عايز. طلع على حضرتك النبي واعمل اشتراك لو لسه ما عملتش. الأحداث بتبدأ بانفجار ضخم بيحصل في مفاعل نووي. وقتها الملازم تشين يجمع الفريق وبيقول لهم إن في حد اخترق نظام المفاعل باستخدام برنامج اختراق مرعب شبه أدوات ال RAT. الأداة دي ببساطة بتخلي أي حد يقدر يدخل على أي جهاز عن بعد ويتحكم فيه من غير أي حد يحس بيه. ويوضح لهم كمان إن غرفة نقل البيانات جوه المفاعل اتطيرت من شدة الانفجار، إن مفيش أي فرصة إن حد يدخلها، إن الحرارة فيها وصلت لمستوى قاتل. في وسط الكلام تشين لاحظ حاجة مرعبة، نفس طريقة الاختراق اللي حصلت هنا اتكررت بالظبط في مفاعل تاني في أمريكا نفس التوقيت تقريبا. فبيسألوا القيادات إذا كانوا يعرفوا الهاكر ده وإيه هدفه من ضرب المفاعلات. لكن تشين بيقول لهم إن حتى دلوقتي مش قادر أعرف هوية الهاكر، ومستغرب جدا إن عمل كل ده من غير ما يطلب فايدة ولا حتى حاول يبتز الحكومة. الموضوع كبر والراجل ده وضح إنه بيلعب لعبة أخطر من كده بكتير. الهاكر الغامض ده ما طلبش أي فدية ولا أي فلوس مقابل اللي عمله، وده كان أغرب حاجة في الموضوع. المهم تشين اقترح على رؤسائه انه يسافر امريكا ويتعاونوا مع مكتب التحقيقات هناك، يمكن يقدروا يفكوا لغز الكود اللي استخدمه الهاكر ويعرفوا طريقته. وفعلا القيادات وافقوا على خطته وقالوا له انهم هيتواصلوا مع الجانب الامريكي فورا، واول ما بياخد الاذن بيسافر على طول. وفي نفس الليله تشين كان قاعد مع اخته لينا وهي مهندسه شبكات شاطره جدا، وحكى لها جزء بسيط من اللي حصل وطلب منها تسافر معاه لأنها أكتر حد بيثق فيها وممكن تساعده في تحليل الاختراق. لينا وافقت من غير ما تفكر وسافروا هما الاتنين على أمريكا. وفي نفس الوقت كانت البورصة الأمريكية هي كمان اتعرضت لهجوم إلكتروني، والهاكر لعب في أسعار أسهم الشركات إنتاج الحبوب بتستخدم ثعلب الماشية، وده عمل دوشة وفوضى رهيبة في السوق هناك. أول ما تشين ولينا وصلوا أمريكا قابلهم المحقق هنري وزميلته كورولا في مكتب التحقيقات. وبعد ما قعدوا في اجتماع مطول هنري وضح لهم اللي حصل في البورصة اتنفذ بنفس نوع برنامج الاختراق اللي اتضرب بيه المفاعلات، حاجة شبه ادوات ال RAT برضه، وانه لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا مين الهاكر اللي ورا الكود ده. وقتها تشين اقترح عليهم انهم يحتاجوا مساعدة واحد خبير بجد، واحد عقله متربي على الاختراق وماسك طريقة التفكير دي من جوه. ساعتها هنري قال له ان في فعلا شخص ممكن يفيدهم، لكن المشكلة انه محبوس بقاله 15 سنة سجن طويل. في اللحظة دي تشين قال لهم ان نعرف شخص واحد بس ممكن يفك الشفرة دي، صديقه القديم نيكولاسا. وشرح لهم نيكولاس هو اصلا صاحب الشفرة الاساسية وانه كان كاتبها زمان ايام ما كانوا بيدرسوا مع بعض في معهد التكنولوجيا في امريكا. وبيأكد لهم ان الكود اللي استخدمه الهاكر الحالي هو نفس الفكرة اللي اخترعها نيكولاسا بس بعد ما اتعدلت واتطورت بشكل كبير، وده معناه ان مفيش حد هيقدر يفكها غيره هو شخصيا. ورغم ان هنري وكارولا ما كانش مقتنعون من الاول، لكنهم في الاخر استسلموا للواقع وراحوا يعرضوا على نيكولاسا التعاون معاه. ونيكولاسا وافق بس بشرط وضح تخفيف مدة الحكم اللي عليه. الحكومة ما لقيتش حل تاني. اول ما نيكولاسا خرج من السجن راح مع تشين علشان يبدأ الشغل على طول. لينا حست ان في انجذاب غريب ناحية نيكولاسا بس حاولت تخبي علشان تركز في الشغل. المهم الفريق كله بيتوجه لمقر نظام حماية البورصة، وهناك نيكولاسا بيفحص النظام وبيكتشف ان الفيروس اللي اخترق البورصة ده معمول بحرفية عالية جدا وكمان شغالة بنسخة تشفير لسه مش مكتمل، وده معناه ان الهاكر ناوي يكملها قريب ويعمل ضربة تانية اكبر واخطر من اللي حصل قبل كده. نيكولاس ساعتها سأل جيف المسؤول عن المكان اذا كان في حد غيره بيدخل غرفة الحماية. جيف قال له ان الشخص الوحيد غيره هو مهندس اسمه لوزان وانه اصلا واخد اجازة اسبوع علشان حصلت وفاة عنده. نيكولاس طلب يشوف تسجيلات كاميرات المراقبة. بعد ما دققوا فيها اكتشفوا ان لوزان عنده وشم مشهور لعصابة
متخصصين في تزوير هويته، وده اللي كان بيساعده يدخل غرفة الحماية من غير ما حد يشك فيه. وقتها نيكولاس اقترح عليهم ان هم يروحوا بيت لوزان فورا قبل ما يفلت منهم او يهرب، وفعلا القيادة بتوافق وبتتحرك المجموعة اللي فيها ولينا ومعاهم الحرس مار اللي المفروض يراقبوا نيكولاس طول الوقت على طريق جهاز تتبع اللي لابسه في رجليه. أول ما بيوصلوا بيت لوزان بيلاقيه مقتول، وبيبدأ نيكولاس يفتش أجهزة، بيكتشف إن الراجل كان بيستخدم أجهزة لاسلكية غريبة علشان يجمع بيانات مشفرة ومش مربوط بأي شبكة معروفة. ومن خلال البحث قدر يوصل لإيميل اللي كان لوزان بيتواصل بيه مع الشخص المجهول، لأن الشخص ده مسمي نفسه ريد. نيكولاس بعت له رسالة يطلب فيها يقابله، وبعد شوية ريس وافق وبعت له مكان المقابلة مطعم كوري. قبل ما يتحركوا نيكولاس عطل جهاز التتبع من موبايل مار من غير ما حد ياخد باله علشان يعرف يتفرج بالراحه. ساعتها راح هو ولينا على المطعم، وفي الطريق كانوا مستعدين يقابلوا ريسان اللي وضح انه لاعب اساسي في العمليه. في الطريق لينا لاحظت ان نيكولاس كل شويه يبص لها بنظره كده غريبه، فهمت انها معجب بيه، خصوصا ان هي كمان عندها نفس الشعور ناحيته. بس ولا واحد قال حاجه. اول ما وصلوا المطعم قعدوا يستنى ريسان. نيكولاس فجاه لاحظ ان في كاميرا موجوده ناحيته هو ولينا، فضل يقلب في كاميرا واحده واحده لحد ما اكتشف ان ريسان هو اللي مركب الكاميرا دي، وانه الموضوع كله مجرد فخ معمول لهم. كمان عرف ان اسم ريسان نفسه مش حقيقي، وانه مجرد اسم مستخبي ورا الهاكر الاساسي. الهاكر ابن النصح كان عايز يعرف هم وصلوا لحد فين، ولاسا حاول يخترق الجهاز اللي الهاكر بيشتغل منه لكن فشل، وده خلاه يتعصب جدا. هو خارج من الاوضه فجاه ظهر عليه 3 اشخاص هجموا عليه مره واحده، حاولوا يتخلصوا منه لكن نيكولاس قدر يتغلب عليهم. بيهربوا بسرعه، خرجوا من المكان جري قبل ما يحصل اي حاجه. وفي الوقت ده كانت بولا وتشين قاعدين مع جريل رئيس البورصة، وطلبوا منه يسلموا السجلات والتسجيلات خاصة بتداولات البورصة، لكن جرين رفض بشدة بحجة إن دي أسرار عملاء وما ينفعش يكتفها. كورولا ما سكتتش، هددته انها هتلفق له قضيه التعاون مع الهاكر وتخليه يدخل السجن في ثانيه لو ما ساعدهم. الراجل اتوتر جدا واظهر في الاخر يسلمهم كل السجلات. من خلال مراجعه البيانات اكتشفوا ان 3 من العملاء باعوا اسهمهم فور ارتفاع اسعارها وفي نفس اللحظه بالظبط، وحققوا ارباح ضخمه جدا. لما راجعوا الحساب لان الفلوس دي لسه موجوده، وده معناه ان ال3 دول هم الوسيط اللي الهاكر استخدمه. والصدمه الكبيره ان ال3 موجودين في هونج كونج. على طول الفريق سافر هناك قابلوا الضابط اليكس اللي قال لهم ان ال3 دول مجرمين سماسرة بيشتغلوا لصالح الهاكر، لكن للاسف ما فيش دليل مباشر يربطهم بيه. خلاصه بدا يحل الموضوع، توقع ان في وسط تاني بينهم وبين الهاكر، وبعد بحث وتتبع قدر يحدد مكانه على الخريطه. فهم ان السماسرة دول بياخدوا اموالهم مباشره من الهاكر. فريق سافر لمدينه يوميتي في بيروت، هناك قابل الضابط يان اللي نيكولاس كان يعرفه من الشغل في الشرطه. يان كان بيقابل شخص مشهور كولومبي اصله لبناني اسمه لياد، انهم شاكين انه الوسيط اللي بيشتغل مع الهاكر. يان بيقول لهم ان لياس بيروح مكان ثابت كل يوم، وفعلا تتبعوه لحد هناك. وفي اللحظه الصح ولاسا خطف موبايل الضابط فليكس، وساعتها اكتشفوا ان اياس بيتوصل مع سمسار بجهاز مخفي. رسالة توصل مباشرة لموبايلاتهم. تاني يوم الفريق بيلاقوا حركة مايلة غريبة، وعرفوا إن الياس بيحول فلوس لسماسرة، وفي نفس الوقت كان بيراقبه عند بيته. لكن أول ما إلياس حس إن هو بيتراقب هرب من المكان على طول. الفريق قرر يقتحم بيت إلياس، لكن أول ما دخلوا اتصدموا. الراجل كان مجهز كل حاجة، وقدر يمسك يان وفريقه قبل ما يتحركوا. وبالصدفة بيلاقوا باب بينزلهم لتحت الأرض. الضباط نزلوا يستكشفوا لكن طلع كل ده فخ. الياس فجأة انفك وخلص على الضباط الاتنين. في الوقت ده كان الياس ومعه بين ومارت بيجروا ناحية مخرج النفق. أول ما وصلوا الياس فتح نار عليهم. ضابط إليكس اتصاب رصاصة في رقبته ومات في ساعتها. بعد كده الياس خد مراته وركبها مركبة في البحر، معاهم شنطة فلوس كتيرة، وبالليل وصل لسفينة كبيرة في نص البحر. كلم تشين شنطة الفلوس وكمل معاها. في نفس الوقت تشين جات له مكالمة بلغوا ان درجة الحرارة في غرفة تخزين البيانات في المفاعل نزلت جامد، وده معناه ان قدر يدخل اخيرا. وبعد ما الياس هرب الفريق اكتشف ان سرق الهارد اللي عليه المعلومات الخطيرة. تشين ونيكولاسا راحوا للمكان اللي فيه الهارد، فقبل ما يدخل غرفة التبريد الدكتورة نبهتهم إنهم ما ينفعش يقعدوا أكتر من 8 دقايق عشان الحرارة العالية ممكن تدمرهم. دخلوا بسرعة خدوا الهارد، خرجوا قبل ما يتأذوا. بعدها نيكولاسا بدأ يفحص ما فتح ليه الكود اللي الهاكر مستخدمه، لكن المفاجأة كانت أكبر. الهارد مليان فيروسات قاتلة
البيانات كلها اتمسحت تماما. وقتها نيكولاسا قال لكارول بانه زمان لما كان بيعمل اختراق كان دايما يمسح كل الادله ويفضي الجهاز على الاخر، ومع كده الشرطه كانت بتعرف ترجع كل البيانات، وكان مش فاهم ازاي ده بيحصل. كورولا ساعتها شرحت له ان وكاله الامن القومي عندهم نظام سري اسمه الارمله السوداء، نظام خطير ومتطور يقدر يرجع اي ملف مفتوح بالكامل. على طول نيكولاس طلب من كورول تدخل على نظام الارمله السوداء علشان يسترجع الداتا اللي كانت على الهارد. كورولا طلبت الرئيس تطلب الاذن لكن رفض تماما، وقال لها ان نيكولاس مجرم وما ينفعش يقرب من نظام الحكومه الحساسية دي. وقتها نيكولاس ما استسلم، قرر يخترق وكالة الأمن القومي بنفسه ويدخل على نظام الأرملة السوداء بدون إذن. كورولا حاولت توقفه وقال لها إن لو اكتشف محدش هيقدر ينقذه من القضية اللي هيتلبس فيها، وقال للفريق إنهم ما يدخلوش وإنه هو الوحيد اللي هيتحمل أي نتيجة ومش هيعرض حد فيهم للخطر. وبعدها خرجوا كلهم ياكلوا في المطعم. في اللحظة دي واحد من رجالة إلياس حط جهاز تتبع في عربية التيم من غير ما حد ياخد باله. بعد شوية نيكولاسا رجع لهم بخبر مهم، قال لهم إن فعلا قدر يستخدم نظام الأرملة السوداء ووصل للسيرفر الرئيسي بتاع الهاكر، اكتشف إن مكانه في إندونيسيا. المشكلة إن نيكولاس حاول يخترق الشبكة اللي الهاكر شغال عليها وفشل لأنها محمية بنظام أمني قوي تابع لشركة سيبرانية كبيرة. الموضوع كان معقد لدرجة إن الفريق هناك قال إن مفيش اختراق هينفع والحل الوحيد إنهم يسافروا ويمسكوه بنفسهم. تشين راح لرئيسه يطلب منه موافقة إنه يسافر مع الفريق لأمريكا، لكن الصدمة كانت إن رئيسه بلغه إن الحكومة الأمريكية اكتشفت اختراق نيكولاس لنظامهم، وعلشان كده قرروا يرجعوه السجن تاني. ساعتها تشين ما سكتش وبعت لأخته لين كل اللي حصل وطلب منها تساعد نيكولاس يهرب قبل ما يقبضوا عليه تاني يوم. وفي الجهة التانية هنري اتصل بفرانسيسكا وقال لها لازم تمسك السيد فورا. وهي نازلة تنفذ الأمر لقت إن نيكولاس اختفى، فطلبت من مارك يحدد مكانه من الأسوار الإلكترونية اللي في رجله. مارك فتح السيستم واكتشف إن نيكولاس كان معطل التتبع من زمان، لكن بدأ يعمل تحديث للبرنامج علشان يوصلوا لمكانه. وبعد ما مارك قدر يحدد موقعه نرجع لتشين والفريق. أول ما وصلوا للمخبأ اللي مستخبي فيه نيكولاس، أولين خدهم كلهم وطلع بالعربية على طول في اتجاه المطار علشان يسافروا لإندونيسيا. في الطريق تشين قال للين إنها ما ينفعش تسافر معاهم، الموضوع خطر جدا ولازم تبقى هنا. لين اتضايقت ونزلت من العربية وهي بتعيط ونيكولاس راكض وراها يحاول يهديها، وفجأة حصل انفجار ضخم للعربية. اتضح ان الياس وصل لهم وضرب العربية بصاروخ وفجرها وبدأ يطلق النار عليهم، فنيكولاس اضطر يستخبى ورا لوحة اعلانات كبيرة في الشارع. ساعتها مارك وكارول وصلوا وبدأوا يردوا النار، وبعد معركة قصيرة استغلوا اللحظة وهربوا مع نيكولاس وأولين بسرعة ولحقوا محطة المترو عشان يبعدوا عن الخطر. لين انهارت بعد ما عرفت إن أخوها توشين مات، لكن نيكولاس حاول يهديها، وبعد شوية اتفقوا إن مفيش رجوع ولازم يكملوا المهمة ويسافروا لإندونيسيا للقبض على الهاكر مهما كلفهم الموضوع. الفريق سافر بجوازات مزورة وبدأوا يكملوا خطتهم. وساعتها لين قالت لنيكولاس إنها تتبعت شركة الحماية اللي شغالة مع الهاكر، واكتشفت إنه مستخدم قمر صناعي دقيق جدا بيركز على منطقة معينة على سواحل ماليزيا. أول ما وصلوا اكتشفوا إن المكان اللي الهاكر شغال فيه عبارة عن سد ضخم جنب مناجم قصدير كبيرة. بعد ما رصدوا المكان نيكولاس شرح للين خطط الهاكر. الهاكر في ماليزيا كان بيخترق السدود والمفاعلات لهدف اقتصادي ضخم، عايز يتحكم في سوق المعادن العالمية. الخطة هي إنه يبوظ مضخات السد ويغرق المياه ومناجم القصدير، وقتها هيحصل نقص كبير في معادن القصدير في السوق وسعره هيرتفع جامد في البورصة، والهاكر يروح يشتري الأسهم قبل ما السعر يطلع، وبعد ما الأسعار تعلى يبيعها بمليارات ويبقى ملياردير بمنتهى السهولة. بعد ما فهموا خطة الهاكر أولين سافر فورا لجاكرتا علشان يكمل التحقيق ويحدد مكان الشبكة الرئيسية اللي بيشتغل منها الهاكر. أولين وصل لمقر شركة الحماية اللي الهاكر متعاون معاها واقتحم المكان بطريقة جريئة. طلع فوق السطح وزق عربية من فوق عشان يروح بالحراسة ويفتح لنفسه الطريق، وخطته فعلا نجحت وقدر يدخل الشركة. هو اخترق حساب الهاكر وبدأ يتابع بياناته، ومن المعلومات قدر يعرف مكان البنك اللي الهاكر مخبي فيه كل الفلوس. لينا راحت على البنك
وبدأت تتعامل مع الموظفين بذكاء. كانت متأكدة إن في طريقة للتحكم في الأوراق المطبوعة، فطلبت منهم يحولوا الورق كله لنسخة رقمية علشان تقدر تكشف الخيط اللي بتدور عليه. فجأة اكتشفت لين إن الفلاشة اللي معاها فيها فيروس وما ينفعش تحطها على الكمبيوتر. بالرغم من ده قدرت تخترق نظام البنك وتنقل كل فلوس الهاكر لحسابهم بالليل. في نفس الوقت إلياس ظهر لنيكولاس وسأله عن طلباته عشان يرجع لهم الفلوس. نيكولاس قال له إنه مش هيقدر يحدد ولازم الهاكر نفسه يتكلم معاه. الهاكر تواصل مع نيكولاس واكتشف نيكولاس اسمه الحقيقي وقال له إنه عايز نسبة من أرباح أسهم القصدير وبالمقابل هيرجع له كل الفلوس. نيكولاس وافق بشرط يقابله وجها لوجه واتفقوا على المكان. أول ما وصل فلاديمير لاحظ إن رجال إلياس منتشرين في كل مكان. حاول يمشي ناحية إلياس لكن إلياس لاحظه ووجه السلاح عليه. في اللحظة دي فرانسيسكو طعنه بالسكين ناحية صادق وبدأت المعركة. رجال إلياس أطلقوا النار لكن نيكولاس قدر ينجو، وحتى لما صدق حاول يهاجمه بسكين رد نيكولاس الهجوم ونجا. بعد المواجهة العنيفة رغم إنه مصاب، لين وصلت بسرعة وركبته في العربية وبدأت تعالجه طول الطريق وتحميه من أي خطر جديد. في اليوم التالي بعد ما تعافى شوية راح المطار واخد كل الأوراق وسحب كل المليارات من حساب صادق عشان يضمن حقوقه بدون مواجهة مباشرة مع السلطات أو إلياس. وبدل ما يواجه مشاكل قرر نيكولاس يهرب مع لين ويبدأوا حياة جديدة بعيدة عن عالم المخاطر والاختراقات.